طلعوا سنيناتو هالبوبو يا حالاتو دوقونا السنينية ووزعوا حلوياتو. طلعوا سنيناتو هالبوبو يا حالاتو دوقونا السنينية ووزعوا حلوياتو. طلع سنه خبوا الخبز عنه دوقونا السنينية وغنوا لسنه غنوا وقمحوا حمص حطوا وخبز لا تفتوا دوقونا السنينية يطول عمره ستو. طلعوا سنيناتو هالبوبو يا حلا. السلام عليكم، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. طمنوني عنكم، شو الاخبار؟ الله يسعد لي كل اوقاتكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني، وبدي رحب فيكم بالمتابعين الجداد يلي انضموا للقناه، واهلا وسهلا فيكم، نورتوا قناتي، وبدي اتشكركم كتير لدعمكم لإلي. اليوم ان شاء الله رح شارك معكم تحضيرات سنونية بنتي من معجنات وحلويات وتحضير الكيك المتواضعة على ايدي. بدي تعطوني رأيكم فيها، وبالإضافة لطبخ السنونية بالحليب. خلونا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبلش الفيديو بتحضير العجينة الحلوة. هذا الفيديو أنا صورته على يومين. أول يوم حضرت المعجنات وخبزت الكيك وجهزته، واليوم الثاني زينت الكيك وطبخت السنونية، أو مثل ما بعض الناس بيسموها العاشورة أو القمحية. ما راح اخبركم عن العجينة لاني مسويتها قبل ومنزلتها بالقناة، بس هي عجينة طيبة وناجحة كتير، وانا استخدمتها لاكتر من صنف. سويت فيها سينابون وخليط النحل والدونات وفطيرة الزبدة والسكر، بس اذا حبيتوا بحط لكم المقادير بصندوق الوصف. اول شي ومن بعد ما اختمرت العجينة حبيت بلش بالسينابون. مديت العجينة ودهنتها بالزبدة ورشيت على وجهها خليط السكر والقرفة والكاكاو، لفيتها وسكرت اطرافها منيح وقطعتها لقطع صغيرة. يعني انا تعمدت ساويهن قطع صغار مشان بده ياكل حبة يقدر يكملها، لان لسه في اشكال واصناف نكهات تاني. وبعدين سويت خليط النحل والدونات والفطير المورقة بالزبدة والسكر. بالنسبة للمعجنات هاي كلها بدها تخمير بعد التشكيل. بغطيهم وبخليهم يختمروا وبدهن وجههم بخليط البيض والحليب وبخبزهم، وكل ما تخمروا بعد التشكيل بتاخدوا نتيجة احسن. والمسويات نعت كيليين من القمح المقشر، غسلتهم وجهين وغمرتهم بالمي وخليتهم منقوعين لليوم الثاني. صباح اليوم الثاني فقت من بكير وخفقت الكريمة وبلشت زين الكيك، لأن كان أهم شي عندي أمن على الكيكة وحطها بالبراد، لأن كمان كان الجو كتير شوب والكريمة بلشت تسيح عندي وأنا عم اشتغل فيها. ومشان الكيك ما تقولوا ليش هيك محروق، هو كان لونه أحمر هيك شوي زيادة، بس ما بعرف ليش هيك طلع لونه على التصوير. قطعت أطراف الكيك لأن رح يكون شكله مربع، وهاي الأطراف أكيد رح استفيد منها لشغلة تاني. وسقيته بالحليب حتى تضل الكيكة رطبة وطرية وما تكون ناشفة وقت الأكل. دهنت وشها بالكريمة وسويت على الأطراف حرف بالكريمة كمان مشان بس حط لها صوص الكراميل ما يهرب من الأطراف. طعم الكراميل بالكيك مع الكريمة بيطلع كتير طيب. رجعت حطيت الطبقة الثانية وسقيتها بالحليب وقطعت أطراف الكيك من الجوانب الأربعة مشان يكون بنفس المستوى. حطيت الأطراف بالكريمة ورجعت وزعت على وجهها طبقة الكريمة، والأطراف لزقت عليهم جوز مكسر.
يا إما بده ينام نومي هني نومة الغزلان بالبري بده ينام نومي هني نومة الغزلان بالبري يا ربي اسمي يكبر. هذا السن انا قصيته وحطيته على وجه الكيك مشان ارسم السن بالكريمة وعبي قلبه بصوص الكراميل. يروح ويجي علي يا ربي اسمي يكبر ويروح ويجي علي بهللك بهللك سبع جمال بحملك بهللك بهللك سبع جمال بحملك. وهذا كان الشكل النهائي للكيك. اكتبوا لي اذا كان حلو وعجبكم شكله. هدول هن بقايا الكيك، بدي ساويهم راس العبد. فردت الكيك لحتى صاروا ناعمين بهذا الشكل، وضفت عليهم ملعقتين كاكاو صغار وفانيليا وملعقة زبدة صغيرة وعجنتهم بالحليب السائل. رجعت ضفت لهم ملعقتين كبار جوز الهند لانه بيعطي طعمة طيبة، والحليب بضل عم ضيفه لحتى يصيروا عندي مثل العجينة. كورتهم وغطيت وجههم بالكريمة وزينت الوجه بصوص الكراميل، كتير طيبين. دايما اذا زاد عندكم كيك سووهم بهاي الطريقة ما بتندموا. انا لو كان عندي وقت كنت زينتهم احسن من هيك، بس كان وقتي كتير ضيق. هون القمح صفيت المي عنه وضفت عليه مي نظيفة وحطيتهم على النار حتى ينسلوا. بعد ما تأكدت ان الحبوب استوت اخذت قسم منهم وحطيتهم بالخلاط وطحنتهم شوي مشان يكون في حبوب ناعمة وحبوب كاملة بالسنونية. نزلت عليهم السكر، والسكر حسب الرغبة مثل ما بتحبوا حلاوته. انا ضفت لهم شي كاستين كبار، ورجعت ضفت عليهم يانسون مطحون وشمرة مطحونة مع ظرف فانيليا وكاستين حليب بودرة كبار. خلطتهم منيح لحتى داب الحليب، ودوبت ملعقتين نشا بشوية مي ونزلتهم، وبالاخر نكهتهم بماء الزهر وماء الورد، وبلشنا سكب فيهم انا واختي وهن سخنين. زينتهم بجوز الهند والجوز واللوز والزبيب. واللوز والزبيب انا كنت نقعته من الصبحيات بماء الورد، واخيرا رشت فستق حلبي على الخفيف. وهدول الأسنان سويتهم أنا والبنات من الورق مشان زين فيهم زبادي السنونية، وعلى كل وحدة مكتوب عليها كلمة لذهب، مثل ذهب الأميرة، ذهب القمر، ذهب الغالي، ذهب الروح، ذهب القلب، وإذا بدكم ذهب النقاء. يعني هلأ هي أكيد بالنسبة إلي هي الروح والقلب ونور العين. هدول هن الأصناف يلي سويتها، اعطوني رأيكم فيهم لأن رأيكم كتير بهمني. وصوص الشوكولا والابيض وصوص الكراميل انا سويتهم من بكير مشان زين فيهم المعجنات لانه بيعطي طعم طيب ومنظر احلى. طلعوا سنيناتو هالبوبو يا حالاتو دوقونا السنينية ووزعوا حلوياتو. طلعوا سنيناتو هالبوبو يا حالاتو دوقونا السنينية ووزعوا حلوياتو. طلع سنه خبوا الخبز عنه دوقونا السنينية وغنوا لسنه غنوا وقمحوا حمص حطوا وخبز لالت فتو دوقونا السنينية يطول عمره ستو. طلعوا سنين هاتوا له القضامة وملبس حمام
هاد كان الفيديو والحفلة لعيون دهب. صح تعبت كتير بهاليومين، بس بالآخر كتير انبسطنا مع وجود الأهل والجيران الطيبين والحناين، الله يحرمني منهم يا رب. وهلأ صار لازم فرجيكم جزء من الهدايا يلي انهدت لدهب. هلأ هذا الطقم من أمي، الله يطول بعمرها ويسلم إيديها ويعوض عليها يا رب. باين عليه صبيانة، بس يلا تنقاية أمي يسلم إيديها شو ما كان يكون. طقم من أختي رامية كمان، الله يرزقها ويعوض عليها ويجزيها الخير. وهاي الهدية من مروة حبيبة قلبي، بيجامة دهوبي حلوة كتير وبتجنن. سلم ايديكي يا مروة والله يعوض عليكي كمان ويرزقك. وهدول كمان بيجامة صيفية من بيت أخي. هاي كنزة تحت شوط كمان، يسلم ايديهم والله يعوض عليهم ويرزقهم بجاه الحبيب محمد. وهاي من جارتي الحلوة الصبوحة دخيل قلبها ماشا والدب. وهاي اللعبة اللي حبتها دهب كتير كتير، عن جد حبتها وطلعلها عليها وكتير كتير بتحب تلعب فيها. سلم ايديكي يا رب، الله يرزقكم ويعوض عليكم انت وجوزك. وهاي الصينية والميتود او البسكليت، هدول من هنادي حبيبة قلبي، الله يسعدها يا رب ويرزقها ويعوض عليها بكل خير. هنادي هي الدكتورة يلي أنا قاعدة عندها، صاحبة البناء يعني، دخيل قلبها، الله يجزيها الخير ويسلم ايديها عن واكيد لسه في هدايا تانية انا ما ذكرتها من ام حمزة ومريم ومعلي ودعاء، كانت هديتهم من نوع تاني. يسلم ايديهم والله يرزقهم ويعوض عليهم يا رب. بدي اشكركم كتير على الهدايا الحلوة، يعني والله العظيم انا كان حضوركم لوحده بكفيني. يسلم ايديكم كتير والله يرزقكم ويعوض عليكم بكل خير. وهلا بنتقل لجارتي ام يحيى تخيل قلبها وعينها وروحها كمان. يا بنتي هدول السكرات بتعرفني، بعمل حلويات كتير وبحب شغل الحلو وبستهلك سكر كتير، مشان هيك قالت لي انا ما بحب اجيب يعني شغلي الا تستفيدي منها ويستفيد منها الواحد يعني بشكل عام. الله يجزيها الخير ويسلم ايديها ويعطيها العافية على هالتفكير المنطقي. هلا بدي ودعكم، بس بدي اذكركم باللايك لانه كتير مهم لرفع الفيديو، وعن جد هالفيديو تعبت فيه كتير من تحضيرات ومونتاج، فلطفا يا صبايا ما تنسوا دعم الفيديو والاشتراك بالقناة اذا مو مشتركين لحتى يوصلكم كل جديد بينزل. دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.